تأخر توزيع السكنات الاجتماعية وعدم الإفراج عن قوائم المستفيدين ببلدية خليل بالجهة الشرقية لولاية برج بوعريريج أثار سخط السكان على الرغم من جاهزية المساكن. كما تلاحظون سكنات واجدة، سكنات يعني ما يخص غير الإنسان يجي يسكنها. نطالب رئيس البلدية أو نطالب سيادة الوالي بالتدخل العاجل، الإفراج عن السكنات سريعا. تأخر ناجم عن الانسداد اللي راح حاصل هنا في البلدية بين المجلس ورئيس البلدية. التماطل في تسليمهم مفاتيح السكنات من قبل اللجنة المكلفة بالعملية يراها السكان إجحافا في حقهم بسبب تردي حالة سكناتهم الهشة وصعوبة العيش فيها. 30 سنة وأنا عايشة في القرب هذا، لا جات الأمطار القطر هكذا نقشايتي ولا صاب الريح ضرب الريح نقول القرمود يطيح وخلي لي ربعة كيجوا ما نلقاش حتى وين نرقد، واحد يخالف واحد برا واحد لداخل. هاكم تشوفوا في الوضعية تاع السيد هذاك، باكم تشوفوا في الأرض تاعو طايح من كاش مرة. لا في الشتاء ما يباتوش لهنايا، عنده 8 ولاد بنات وكبارات وكل الله يبارك، هم يباتوا هنا ويبات منا 2 شامبر قليل عليه بزاف. 8 سنين وانا اخويا كيما راك تشوف فيها مطيش هنا هكذا 8 سنين. منين تروح البلديه يقول لك الشهر الجاي الشهر الجاي الشهر الجاي الشهر الجاي وما قاعدين هكذا يتمسخروا بنا. 900 مساكن هنايا مسكرينهم وقاعدين مقصرين بنا هنا. يبقى توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة مفتاح الفرج بالنسبة لهؤلاء المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية ووضع حد لمعاناتهم مع أزمة السكن دامت لعدة سنوات. فهل تستجيب السلطات المحلية والولائية لهذه النداءات؟